بصوا حاجة كده عظمة عظمة. الصابون البلدي ده عظمة والله العظيم بجد. لكن ان تتخيلي هيعمل ايه في الابيض بمكوناته اللي احنا حاطينها ديت، بالاضافات، بكل حاجة موجودة فيه. ما شاء الله ما شاء الله بجد. اوريكم اللزوجة بتاعته دلوقتي من وهو بينزل لوحده. ثواني بصوا حاجة كده وهم. جربيه وان شاء الله هيعجبك ومش هتندمي، وهينضف لك الغسيل حلو قوي ما شاء الله. اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على افضل خلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل وصفه للابيض، حاجه كده وهم وتجنن بمكوناتها كلها. يعني تستغني عن اي حاجه ممكن تفكري تشتريها من بره. ده صابون بلدي برضو احنا عاملينه على القناه زي ما انتم شايفين. ده هيتبشر ويتحط على النار في حله بقى فيها شويه ميه، يا تسيبي الميه تسخن الاول يا تحطيها مع الميه تسخن مع الميه، مفيش مشكله. في كل الاحوال هي ايه هتسيح على النار. عايزه تحط سخان الميه وتدوبيها بره مفيش مشكله. في كل الاحوال احنا محتاجينها تدوب بس، فكده او كده كله صح. فانا هبشرها وادوبها وارجع لكم اوريها لكم عشان برضو انتوا عارفين الخطوه دي معروفه وانا مش عايزه اطول عليكم. فهي كده الصابونه ما شاء الله. بصي مكوناتها طبعا الابيض دوت الصودا بتاعتها الزياده طبعا ده مش ضرر، بالعكس. ان انت لما تبشري واحده زي دي كده فيها صودا زياده، تخيلي بقى تنضف الابيض بتعمل معاكي في الابيض ايه. فانا هبشر بصراحه، انا كنت هبشر دي عشان الصودا فيها كده يعتبر زياده، فانا هستغلها عشان نزود فيها الكفاءه والنظافه بتاعت الصابون بتاعنا او البرسيل. برسيل الوان ابيض، برسيل الابيض يعني، فيزود معانا الكفاءه ويدينا نظافه عاليه. بصوا انا دوبتها خالص اهو زي ما انتم شايفين. بصي برضو ما حاولي ما تزوديش الميه عشان انا يعتبر بصي خفيته شويه، انا محتاجاه يبقى تقيل. فيا اما بقى لو حصل معاكي ده زودي مثلا بشر صابونه تاني او نص صابونه على حسب ما هيطلع معاكي. فانا دلوقتي كده هحط الصابون السائل. ثواني. ده الصابون اللي انا كنت قايله لكم بتاع السيليكات، ماده السيليكات انا كنت عاملاه عشان البرسيل جل بس زي ما انتم شايفين. بصوا القوام بتاعه. طبعا انت لو عايزه تزودي ملح تاني عشان يبقى اتقل من كده تمام براحتك. انا بالنسبه لي كده القوام بتاعه كويس، وكده كده انا بحطه في البرسيل فانا مش محتاجه ان هو قوامه يبقى تقيل. هو لما هيتحط عليه البرسيل دلوقتي هيتقل القوام نهائي. انت عايزه تحطي نص لتر، عايزه تحطي لتر براحتك تمام. لا وهي كده كده الصابونه اصلا اللي احنا عاملينها فيها مكونات جباره يعني. كله على القناه يعني. انت برضو ايه لفي لفه في القناه كده وشوفي يمكن تعجبك طريقه من الطرق اللي انا بعملها غير كده تمام. فزي ما انتوا شايفين كده انا هدوب خالص لحد ايه او اقلبه كويس لحد ما يندمجوا تماما. بصوا انا معايا نص معلقه نص كوبايه ميه، دي كوبايه قهوه تمام. هاخد فيها معلقه صغيره من معالق الشاي دي ملح، انا مش عايزه اكتر. وتدوبيه كويس جدا لان احنا لسه فيه بقيه المكونات. احنا هنا الملح دوت هيدينا زي تقل للبرسيل وفي نفس الوقت تعقيم، فاحنا هنقلبه كويس جدا لحد ما يدوب تماما ونحطه مع بعض على البرسيل بتاعنا. طبعا انا قلبته حلو قوي 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 عشان انتوا عارفين ان المنظفات بتعتمد على ايه، على التقليب الكويس تمام. فطبعا انت بتقلبي لحد ما الحاجه معاكي تدوب تماما او تمتزج كويس مع بعض في قلب البرسيل بتاعك. او زي ما انتوا شايفين طبعا احنا مش بنكتر الملح، مش كتره ملح هو. فبصوا ما شاء الله بصوا تقل على طول ازاي بقى تقيل قوي. مش عارفه بقى دي قطعه صابون ما دابتش ولا ايه، بس مش مهم يعني. احنا كده كده ايه هنقلب فيه لحد ما يدوب. بصي انا عملته في الجنب اهي، مش قصدي دابت على طول خلاص اهي. بصوا اللزوجه، بصوا اللزوجه، بصوا انا عايزه اوريكم اللزوجه. بصوا تقل يعني شويه الملح اللي احنا حطيناهم دول عملوا احلى واجب مع بعض معانا يعني. الملح عمل واجب مع البرسيل. طبعا بنقلب كويس واحنا قلنا 100 مره مرارا وتكرارا احنا بنقلب حلو قوي عشان خاطر
الحاجه تطلع معاكي مظبوطه، ما تفصلش منك لا قدر الله وتزعلي على مع ان الحمد لله دلوقتي بقاش في حاجه اسمها تفصل منك. انت لو لا قدر الله فصل منك دلوقتي بقى في علاج لكل حاجه. فقلبي كويس كده لحد ما يندمجوا مع بعض. هنا ميه سخنه هنحطه هنا معاكي مسحوق، مسحوق عادي الثلاثات العاديه. عندك كيس اللي هو الصغير ابو 10 جنيه ده يبقى تمام. انت كل ما بتحطي اضافات كل ما بتخلي عندك المنتج بتاعك او البرسيل او الحاجه اللي انت بتعمليها بجوده عاليه جدا 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 فوق الوصف. وبنستخدم الميه السخنه هنا عشان ندوب المسحوق عشان ما يبقاش فيه اي حبوب كده في المسحوق بتاعنا في البرسيل بتاعنا. فاحنا بندوبه وبنحطوه مع البرسيل. يعني انا هدوب لكم حاجه حاجه، خلينا في خطوه خطوه. مش عارفه ليه بحس ان انا ببقى مستعجله وعايزه اقول لكم الخطوات كلها مره واحده. هنقلب كويس ونشوف اللي بعد. خلاص اهو دايب خالص زي ما انتم شايفين اهو. هنزل بيه بقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصوا في اللي هو الحبوب الخضراء والزرقاء والحمراء والحاجات دي مش لازم تنزليها، مفيش مشكله. انت كده كده خدتي الفايده بتاعته كلها في الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت بتعملي برسيل عظمه كده. طبعا لسه بقيه الاضافات واحنا بنعملوه علشان خاطر الابيض. فطبعا لسه في اهم اضافه احنا محطيناهاش اصلا فهنحطوها. وكل ما بتضيفي حاجه بصي تقل قد ايه، تقل. انا محتاجاه كده بقى ليه؟ عشان لما نكمل الوصفه بتاعتنا فمش عايزينه يبقى خفيف في الاخر، لا انا عايزاه يبقى تقيل. فهقلب تقليب كويس برضو وارجع لكم تاني نشوف بقى الخطوات. بصوا انا عايزه اوريكم بس لما حطيت الكلور فصل بعمل شبه اللبن لما بيقطع، بس مفيش مشكله. انا حبيت اوريكم يعني للامانه عشان خاطر تعرفوا لو لا قدر الله حصل معاكم. مش انا في اول الفيديو كنت بقول لكم ممكن يحصل فصلان لاي مره في المرات اللي بتعملي فيها منظفات، بس مفيش مشكله. انا بعد ما قفلت معاكم بصوا خدت حبه في الكوبايه دي وحطيت عليهم صابون مبشور ودايب يعني في الميه السخنه. فبصوا راجع تاني زي ما هو ما كانه مفيش اي حاجه حصلت. انتي هنا هتدوبي صابون مبشور وتحطيه. انا هحطه قدامكم دلوقتي الصابون. انا عندي الصابون ده زي ما انتم شايفين اهي وهو نازل كده اهو. ده صابون انا كنت عاملاه ومدوباه تمام. هحط طبعا انت هتحطي على حسب الكميه اللي هي انت بتعمليها. شوفي هتاخد منك قد ايه ماشي. يعني انا حطيت الحبه دول عشان انا ما شاء الله عامله كميه، فانا حطيت الحبه دول وهقلب تقليب كويس واشوف ان هيحتاج تاني ولا لا. فطبعا انا هقفل معاكم عشان ادوبه واشوف اللي هيحصل في الاخر. بس كده كده حله ان انت هتدوبي الصابون وتحطيه هنا اهو. الكلور جل بعد ما خلص بحوالي 4-5 ساعات. طبعا انا قلت لكم هظبطه بالصابون. هبشر صابون واسيحه على النار واحطه عليه تمام كده بعد حوالي 4-5 ساعات زي ما قلت لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله. انا عايزه ايه